المنتخب المغربي عمركمش سمعتوا مره شنو اكبر سكور سمعتوا به في مسابقه اوفيسيال مش ماتش ود؟ مسابقه اوفيسيال اكثر سكور تفكروا السعوديه ولا الارجنتين 8 بلاش. اي صحيح مش سكور هذه فضيحه هو بالنسبه للارجنتين. اي زينب وريني شنو تفكروا. ما نتفكرش ماتش بعينه معناتها. اكبر سكور فما برازيل المانيا 7 في ربع نهائي كاس العالم نصف نهائي نتفكر 2014. انا قعدت نخمم في المغرب مش قلت المغرب. مشاهدينا متابعينا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ردة الفعل التونسية، التحليلات والصدمات اللي ولات حديث الساعة في العالم العربي. فما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو ونتلاقاو في النهاية ديالو. لا باش نعطيك مش خذيت مش 7 المره اللي فاتت 7 بنطوات وقت هداف في المباراة الاوفسيال وقتها مش ودي 7 نتاع 8 نعم 16 بلاش مع شكون 16 مقابل 0 مقابلة رسمية مقابلة رسمية في كأس العالم لأقل من 17 عام واو. الموجودة حاليا في قطر. جنون نتاع كورة 16-0 للمنتخب المغربي أمام منتخب كاليدونيا الجديدة. كاليدونيا باهي هذه كاليدونيا كاليدونيا يا ناس دخلت التاريخ كاليدونيا يا ناس. البلاد هذا ما عندوش تقاليد في كرة القدم معناها جملة كما منتخب جزر فيجي لعبنا له وربحناه 6 احنا، لكن يبدو انه اضعف برشا المنتخب هذا معناها كان هذاك الضعف هذا يتضاعف اكثر واكثر. تريناو به المنتخب هذا حتى في اونترينمون تربح 16 بلاش 16 مقابل 0 المنتخب المغربي كما قلنا امام منتخب كاليدونيا الجديدة في المباراة الثالثة في مونديال قطر للاقل من 17 عام. هكا المنتخب المغربي حطم رقم قياسي الأكبر لأكبر انتصار في تاريخ كأس العالم للناشئين منذ أول نسخة في الصين عام 85. كما قلنا أكبر نتيجة كانت عام 97 وقت فازت إسبانيا على نيوزيلندا 13-0 في نفس المسابقة هذه 13 بلاش عام 97. دونك المنتخب المغربي بعد 28 عام يحطم الرقم هذا القياسي ويفوز 16 هدف مقابل 0. حتى رزينة حتى بسمي سكور 16 بلاش ياسر رزينة. بالتالي المنتخب المغربي عامل انجازات بامتياز الحقيقة المنتخب المغربي. ونعاود نقول ديما راهو التكوين في الاخر وكي الدولة تحط فلوس على التكوين في كرة القدم تلقى نتائج وتلقى نتائج بمختلف المظاهر نتاعها معناها تتويجات غيره ديسكور كبار ترشحات للمونديال وغيره في كل الفئات السنيه للمنتخب المغربي. حتى الاوقات نتاع البطولات الثالثه ال 11 18 41 42 44 45 56 تك 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 على بعض 16 يا خويا كل هجوم بونت. نزيدك رقم المنتخب المغربي في الماتش هذا عمل 79 تسديده على المرمى 79 في الهوند ما تصيرش مسكين الجول والله في الهوند لا تصير والله ماتش وين اللي كورناه في الحومه الثلاثه اللي فاتت كيما هكا بالضبط. حتى الماتش كورناه احنا مستحيل توصل 16 تونس ما عملوش هكا. امان عايش خويا نرجع الى التاريخ امان نتقدم هاني ضرب نعيط لك ثلاثه هذه راه باش كوره هاني والله شيء تكوير ضرب باش نعيط له ولد حمتي هاني راه خاطر باهي. منتخبنا 2-0 اليوم ضد بلجيكا، هزيمه بدات الامور تصعب شوي خاصه بعد فوز منتخب المغرب 16-0 معناتها. باش ما نكونوش قاسيين على التوانسه مع اللاعبين. راهو في المغرب فوزي لقجع راهو شخصيه كبيره في المغرب، راهو قوي، راهو باورفول، راهو انسان وضعت له كل الامكانيات. لقجع 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 لقجع. هزيمة منتخبنا 2-0 اليوم ضد بلجيكا، هزيمة وسط الأسبوع ضد الأرجنتين هدف ل0 وفوزنا 6-0 ضد منتخب فيجي. خلينا نستناو هل باش نكونوا من بين أفضل 38 ولا لا، ولا أنه بدات الأمور تصعب شوي خاصة بعد فوز منتخب المغرب 16-0 معناتها فريمون ثم نتائج. الكوب دي موند 48 مهما كان 17 ولا 16 ولا 20 ولا اللي هو الحقيقة ياسر ثم منتخبات معناتها ما عندهم ما همش تاع كأس العالم ولكن كانها دورة دولية أكثر منها كأس عالم. تعليق نجيب باش ما نكونوش قاسيين على التوانسه مع اللاعبين. راهو في المغرب فوزي لقجع راهو شخصيه كبيره في المغرب، راهو قوي، راهو باورفول، راهو انسان وضعت له كل الامكانيات. تعرفوا انه مستشار في الديوان الملكي برتبه وزير ماليه، بالاضافه لذلك نائب رئيس الكاف،
شخصيه كبيره اللي يطلب يلقى. المنتخب المغربي الان عمل اللي حب، هو عمل التحضيرات الجيده اللي حب عليهم، خلى منتخب متجانس. شوف اليوم راهو رانا مانيش كونتر المنتخب، رانا بالعكس ننتقدوا بعض الاختيارات، ما نقللوش من قيمه الملاعبيه، اما لكن اليوم ماذا بينا تفسير انه اياد بالوافي رقي العواني علاش مش موجودين؟ زوز من افضل. صلاح الغدابسي يستحق اكثر من برشا في المركز نتاعو، يظهر اللي يجيو في المركز نتاعهم مش خير منه. لا هم ديجا موجودين ثلاثه. عامل باستثناء يمكن اللاعب الاساسي اللي هو للاسف بعد مباراه اولى محترمه، مباراه ثانيه حتى المنافس محترم زاد. لا ماهوش منافسه لا غلبه، مع على الاقل مباراه محترمه 6-0 ضد منافس. على الاقل احنا رانا مانيش نحكيو نتيجه ومانيش نحكيو منافس، قاعدين نشوفوا في توليفه باهيه، ملاعبيه باهيين، مجموعه قاعده تلحم وتتجانس، تحب لها شويه وقت، اسماء محترمه. يمكن الحاجه الاخيب حتى من زوز خسائر هي اصابه سلامه. الحقيقه اللي كل التقارير تقول انها ليغامون كروازي، ان شاء الله ربي يشفيه. مكسب كبير لتونس، فما برشا ملاعبيه كيما الطياشي زاد الحقيقه ملاعبي اللي نتصور اني عنده بلاصتو في النادي الافريقي في التركيبه الاساسيه بالشيء اللي قاعد يعمل فيه، يستحق. عمره 17 وحيده ملاعبيه تلعب 16 سنه سنيور. واحده لازمك تهيئوا باش تعطيه بلاصه اي لاعب من هذا. بالتالي شوف لازمك تهيئوا باش تلعب في الاكابر. بالتالي ترشحنا ما ترشحناش، هذا الكل بالله غالب باش ترشحوا بالاسعاف، على الاقل نبنيوا عليه منتخب. هذا ما لازمناش نفرطوه، فما مجموعه عناصر محترمين نبنيوا عليهم، خاطر الجيل هذا ينجم نلقوه بعد عامين ثلاثه في منتخب الأكابر. وللحديث أكثر مشاهدينا عن بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، أرحب بمراسلة قنوات بين سبورتس نيرفانا العبد من ملاعب أسباير. نيرفانا مساء الخير. 4 منتخبات عربية اليوم خاضت هذه المنافسات، وهم قطر البلد المنظم، تونس، المغرب والإمارات. يعني نتائج متباينة لهذه المنتخبات. كيف جاءت ردود الأفعال على هذه النتائج نيرفانا، سيما المنتخب المغربي الذي دخل التاريخ بانتصاره الكبير اليوم؟ مرحبا بك ناتالي، مرحبا بك جهاد، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كما ذكرت 4 منتخبات عربية خاضت هذا المشوار والذي لم يكتمل قصته أو لم تكتمل قصته بعد، حيث معظم المنتخبات العربية، لأن هناك مصر والسعودية لم تلعب المباراة الأخيرة لها، تنتظر الحساب لأفضل الثوالث بالنسبة لهذا الدور. في البداية تونس خسرت من بلجيكا بالرغم أنها قدمت مستويات رائعة في دور المجموعات حتى الآن، وفي هذه النسخة حتى الآن خسرت من بلجيكا. وبالنسبة للمنتخب المغربي فاز فوز تاريخي، الفوز الأكبر في تاريخ البطولة بعد فوز إسبانيا على نيوزيلندا في مونديال 1997 والذي يقيم في مصر. هذا هو الفوز الأكبر في تاريخ هذه البطولة. منتخب أو جماهير منتخب المغرب تنقسم إلى نصفين ناتاليا. النصف الأول هو فرح جدا بهذا الفوز وبهذا الإنجاز التاريخي، واحتفلوا بالفعل بهذا الفوز الكبير. والنصف الآخر يمكن أن نقول أنه كان يأمل أن المنتخب المغربي كان يحسم مستقبله بشكل أسرع أو بشكل أبكر بالنسبة هذا الدور. فكرة الانتظار للحسابات المعقدة لأفضل الثوالث يمكن أنها تؤرق بعض الجماهير المغربي. هذا بالنسبة للمنتخب المغربي والذي فاز على كاليدونيا الجديدة ب16 هدفا، وهو فوز كبير بالطبع. في النهاية المنتخب القطري، وهذه كانت آخر مباراة بالنسبة لهذا اليوم، تعادل بشكل سلبي مع بوليفيا. في انتظار ما تبقى من هذا الدور، الجميع أو الملامح بشكل كبير ناتالي اتضحت في هذا اليوم، لكن الحسابات المعقدة ما تبقت في هذا الدور من هذه النسخة كأس العالم تحت 17 عاما فيفا قطر 2025. في انتظار ما تبقى. عودة إليك مرة أخرى. وأبدت الجماهير المغربية التي حضرت اللقاء سعادتها الغامرة بالفوز الكاسح لأشبال الأطلس، معربة عن تمنياتها بأن تكتمل الفرحة عبر التأهل للدور المقبل.
الحمد لله، مبروك للشبان، مبروك للمغرب. فرحانين بزاف على هذه النتيجة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله. المهم نطلع الأدوار الإضافية المقبلة إن شاء الله. احنا فرحانين بهذا الماتش والأهداف اللي سجلنا والأداء اللي أهم من الأهداف طبعا. ماشي مشكل خسرنا، احنا في نظري وجهة نظري الخاصة كنا محتاجين الهزيمة كنا محتاجين، لأن كرة القدم ماشي دائما فوز 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 فوز، أحيانا التعثر كيكون حافز وتحفيز للعيبه والكوتش والجميع اللعيبه كما شفناهم في هذه المقابله. تبارك الله عليهم، ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم. سواء دزنا تاهلنا ولا ما تاهلناش احنا فرحانين والحمد لله. المهم اننا عملنا مقابله جيده اكثر من جيده والحمد لله. لا ان شاء الله الحسابات تكون في صالحنا ونقدروا نتكلفوا كثالث المجموعه. اليوم شنا روح، شنا اداء، شنا نتيجه كبيره، وان شاء الله تلعب في صالحنا هذه النتيجه، نقدروا نتاهلوا ويكون خير ان شاء الله. اخواني اخواتي، كما شفنا اليوم لحظات تاريخيه بامتياز، ما كيتوقع حتى شي واحد. المنتخب المغربي للاشبال دار انجاز عالمي، فوز ب 16 هدف كاملين، والناس في العالم كامل بقات مذهوله من الاداء ديال اولاد بلادنا. الاعلام التونسي ما قدرش يصدق النتيجة، وكان واضح أن المفاجأة كبيرة عليهم، خصوصا ملي شافوا منتخب شاب مغربي كيعطي أداء عالمي بحال هكا. ولكن في النهاية الكرة ما فيهاش الحسد ولا المقارنة، فيها العزيمة، فيها العمل، وكذلك فيها الروح. المغرب اليوم كيأكد للعالم أن التكوين الرياضي راه ماشي كلام، ولكن مشروع حقيقي بدا يجيب النتائج. أشبال الأطلس بينوا أن الجيل الجديد قادر يحمل الراية ويمثل المغرب بأفضل وجه. بعض الأصوات في الإعلام التونسي حاولت تبرز أو تقلل من قيمة الفوز، ولكن الأرقام ما كتكذبش. ف16 هدف راه رقم تاريخي، ما صارش بحال هكا في المونديال من قبل. اللي خاصنا نفتخروا به هو أن هذا الجيل كيعكس المستقبل ديال الكرة المغربية، وكيأكد أن بلادنا ماشية في الاتجاه الصحيح. فنقولها بكل فخر، أشبال الأطلس شرفونا ورفعوا الراس للمغاربة كاملين. فما تبخلوش علينا بلي كومنتير وقولوا لنا اشنو كان احساسكم ملي سمعتوا النتيجة، واش كنتم متوقعين هذا الاداء الخرافي. وكذلك ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع كل مغربي كيعشق بلادو. هادشي اللي كاين الاخوان في الفيديو اليوم، ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس، والى اللقاء.